مشاهد الاحتقان الطائفي تعود لتطفو على السطح من جديد في مصر، هذه المرة يوم عيد الميلاد الذي يحتفل به الأقباط الأرثوذكس في 7 من يناير كانون الثاني، والذي أقرته الدولة إجازة رسمية بعد جدل كبير قبل 5 أعوام. حسب روايات شهود عيان، فقد أطلق مجهولون النار لحظة خروج مصلين أقباط من كنيسة مريم العذراء في نجع حمادي بمحافظة قنا جنوب مصر بعد مشاركتهم في قداس عيد الميلاد. اللي نفذ الحادث ده إنسان أساسا مجرم ومسجل مجرم، وسبق له الاعتقال أكثر من مرة بمعرفة الشرطة، ومعروف بحركاته الإجرامية وفرض الأتوات على الناس والمسيحيين بالأخص. دفع ولا إجرامي ديني. مراسل BBC في القاهرة أفاد بأن الشرطة المصرية أطلقت الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق محتجين أقباط في المدينة. رفضوا هؤلاء استلام جثث القتلى، وقاموا بالتظاهر وقاموا برشق رجال الشرطة بالحجارة، ما جعل رجال الشرطة تطلق القنابل المسيلة للدموع وتستخدم خراطيم المياه في محاولة لتفريق هؤلاء المتظاهرين الذين رفعوا هتافات تندد بما اعتبروه اضطهادا للمسيحيين. وتنشب نزاعات بين الحين والآخر بين المسلمين والأقلية المسيحية في مصر، والتي تبلغ نحو 10% من نسبة السكان حسب إحصاءات غير رسمية، والسبب في ذلك يرجع في الغالب إلى بناء كنائس أو ترميمها أو تغيير الديانة أو بسبب علاقات بين رجال ونساء من الجانبين.